الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، النهاردة هتكلم عن غلاء الأسعار وأسباب غلاء الأسعار واللي حصل فينا الفترة اللي مصر ما شهدته من 2013 لحد 2023. تتكلم في 10 سنين السيسي ماسك. اتقدمنا بإيه؟ للأسف جينا لورا. طب هتقول لي السيسي عمل لنا إيه؟ أقول لك السيسي أول ما مسك الحكم الخليج اداه كمية فلوس ما نعرفش راحت فين وجت منين. ده مبدئيا. ثانيا رحت جبت قروض، عملت عاصمة إدارية وعملت قصور ساعة ما فضحك محمد علي على الشاشات كلها والشعب كله شافه. قلت له هبني وهبني وهبني وأنا ببني المصريين. يعني المصريين الوقت النهاردة احنا مش لاقيين ناكل، يلا نروح القصر يلا. انت مش بتبني المصريين يا روح ماما، انت تقول لي بنبني المصريين. خلاص بقى احنا المصريين، احنا الشعب. ولا ايه رأيك يا هندسة؟ مظبوط. هتيجي بقى تقول لي ايه السبب؟ هقول لك السبب اللي داير البلد شوية حرامية. اللي يروح يبيع النيل لأثيوبيا ويمضي على سد النهضة يبقى ده حرفيا خايف على الحكم بتاع الكرسي بتاعه. من الآخر ده مش خايف علينا، احنا بالنسبة له شوية زبالة وحرفيا مش معترف بينا. بدليل الإخوان دعوا كتير وفي أحزاب دعت كتير ومحدش طلع من الشعب، فخلاص بقى قلبه جامد بقى ياخد قرارات. حرفيا خد قرارات مفيش رئيس جات له الجرأة إن ياخد القرارات ديت في حياته. يعني قرار سد النهضة مثلا، قرار التعويم أو كذا مرة قروض، كمية القروض اللي جابها. قرار مثلا إن هو بيبيع نار وصنافير اللي إحنا دسناها كمان عن ده للسعودية لإخواتنا السعوديين، بس ما لهمش الحق إن ياخدوها. دي مصرية. أنا احترام للشعب السعودي في دماغي، أنا بحب الشعب السعودي وبحب كل الدول العربية كلها، احنا كلنا إخوة في الأول وفي الآخر. بس للأسف 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 إحنا في أوسخ نظام مسك مصر في 200 سنة. اوسخ نظام. طب هتقول لي سببه ايه؟ ان الشعب ساكت، الشعب خايف. طب هنفضل خايف لحد امتى كده؟ لحد احنا طول ما احنا خايفين هناخد على دماغنا، هناخد على دماغنا. طب هتقول لي ايه الحل؟ اهم حاجه نرجع لربنا. طب هتقول لي نرجع لربنا، احنا عاصينا ربنا عشان يحصل اللي فينا دي. اقول لك ظلمنا الدكتور محمد مرسي. هتقول لي انت اخواني؟ والله ما اخواني ولا عيبت الراجل ده من اول يوم. اللي يرقص على الجثث اللي اتحرقت في رابعة العدوية أو النهضة وهتقول لي أنا ما شفتهاش وأيدت الراجل ده والراجل ده كان بيقول نور عينيا، أقول لك خش على الجزيرة في فيلم وثائقي للجزيرة لفض اعتصام رابعة العدوية هتشوف الجثث دي اتحرقت. يبقى أنت تعرف إحنا نستاهل يحصل لنا. إحنا إزاي دم مصريين اتحرقوا في قلب الميدان ونرقص ودول تسلم الأيادي؟ هم كانوا إسرائيليين. ده إحنا ما عملناش مع إسرائيل كده ولا عملنا مع إسرائيل كده في حياتنا أصلا. يعني في حياتنا ما عملناش مع اسرائيل كده ولا عملنا مع الكفار ولا عملنا. ياما اتحرق مصاحف، ياما اتحرق مسلمين اعتدى عليهم بره. عمرنا ما طلعنا بمصر تستنكر اي حاجه الا بعض القضايا ان هي تختشي ان هي تستنكر، تقول لك استنكرت بس. ان تاخد موقف، لا ما تاخدش موقف زي فرنسا ما هانت الرسول وكده. تاجي بقى تقول لي هقول لك احنا نستاهل. طب امتى بقى عشان ربنا يرضى علينا؟ عشان ننجح لازم نقرب من ربنا. ر- ربنا قال، يعني هقول لك هتقرب من ربنا ازاي؟ هنقول لك ازاي. ما في ربنا قال لك ما فيش. احنا يعني انا الواحد بس معلش سوري الواحد بس انا بتكلم بسرعه عشان ما حدش يزهق مني او يمل. مفيش ربنا ما بيغيرش قوم الا لما يغيروا من انفسهم. بعد كده اما نغير من نفسنا الاول ونقرب من ربنا ونستغفر على اللي احنا ايدنا الراجل ده. حرفيا انا مش هشتم الراجل ده، الراجل ده اوسخ من انجبته مصر. مش هشتمه بشتمه قله ادب عشان الالفاظ، لو حد بنات بتسمعني او حريم او كده احتراما لكل اللي بيسمعني ما ينفعش ان انا اقول الفاظ. ده اوسخ رئيس مسك مصر من الاخر. هتقول لي اوسخ رئيس؟ اقول لك اوسخ رئيس ده رئيس راح استلف فلوس، جاب قروض، راح عمل عاصمه اداريه، بنى طرق، ده كله في سبيل. انت النهارده الطرق هتدخلك عمله صعبه، انت في ازمه. المفروض كنت عملت مصانع وشغلت الشباب. انت في ازمه. طب بتقول لي النهارده كتير قوي طالع يقول لك مقاطعه الفراخ ومقاطعه اللحوم. انت عارف الفرخ بيكلف كام النهارده؟ بياخد كام كيلو علفه؟ بياخد المواشي النهارده الاعلاف كانت بكام وكانت بكام؟ انا لما اجي احاسب النظام اللي وصلك للمرحله ديت، ما حاسبش انا اقول للناس دي مقاطعه. انت كده كده غلبان. المقاطع اصلا هو مقاطع الفراخ والحاجات دي اصلا غصب عنه، ما معهوش فلوس يجيب اصلا.
وربنا يهدي الحال يا رب. واهم حاجه ان احنا نقرب من ربنا، وبعد ما نقرب من ربنا نبقى نفتكر ازاي ننزل، عشان احنا 100 مليون. لو احنا 100 مليون نزل منهم بس منهم 50 مليون، لا احنا نزل من 100 مليون. لو نزل 30 مليون اقسم بالله ولا شرطه ولا جيش هيقدروا منه. النظام ده هيرحل، بس اهم حاجه ان احنا نقرب من ربنا، ربنا للحال وربنا يتأمن كل ظالم.